السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. قبل لا نبلش بالفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، حطوا لايك. اليوم جيتكم بتحضيرات قبل المدرسه بيوم وبعد المدرسه، وليش رفضت بنتي راح اقول السبب ان شاء الله بالفيديو. اليوم قبل الدوام بيوم، بنتي دراعتها طويله، صدريه مالت المدرسه طويله زي، فتخيطها هاي مخيطتها اني بايدي سفنجايه وغلفتها وحطيت لها يدها حتى وقت الخياط يكون علي اسهل، لان اني اول من ابدي اقفل البنطلون، الدراعة، الدشداشة يعني أو العباية أو أي شيء، خيطه أول شيء بالدنابيس، بعدين أرجع بالإبر حتى تطلع الخياطة عدلة مضبوطة، ما بيها أي لا شيء طويل ولا شيء قصير. بلشت أخيط بيها الدراعة مال بنتي من قدام، الفصال مالها يعني القصة مالتها من جوا، من قدام طويلة ومن الصفاح قصيرة، فلازم هاي كفلة بالنص، فلازم يعني احطه يعني أنا من قدام تصير اطول من الصفاح، وبين كل كم خياطه تحطي لي كسره رفيعه حتى الخياط يطلع مرتب. هنا خياطتها كملتها بالدنابيس، راح ابلش اخيطها بالخيط. ما عندي خيط رصاصي، كان عندي خيط اسود بس هو ما عادي يعني، لانه اني راح اخيطه بس من داخل يبين الخياط، من خارج ما راح يبين. وراح تشوفين شلون راح ابلش بيها. ابلش من زاويه من كفله بالحاشيه مالت الدراعه. اللهم صل على محمد، صلوا على النبي يا بنات. اخيط من داخل بلشت يسموه، احنا نسميه اللقط، يعني هيك حتى ما تبين الخياط من داخل الدراعه. الخياط كبير ومن خارج ناعم، ما راح تشوفونه شلون ما تبين ابد. هنا بعد ما كملتها يعني بديت اخيط شويه. شوفوا شلون بنص الدراعه راح ابدي اسوي نسميه احنا شلال. شوفوا ايش قد اخذ اني من الخارج، ومن الداخل لا اخليها لان هو من برا ما تبين اصلا انك لاقطتيها او كافلتها او مسويه اي هذا الحاجه. التصوير شويه يعني كانكم داخلين بالقطعه، بس لين ما عندي سناد. شوفوا شلون، شوفوا ايش قد ناعم. هاي يعني حاطه زوم تحت تشوفونه من بعيد ما يبين. عفوا. بالنسبة لأنه ما دخلت بنتي بالمدرسة، وليش طردوا بنتي من المدرسة؟ طردوا بنتي لأن الوثيقة مالها ما كاملة، ما كانت كاملة الوثيقة. المديرة الله يسامحها مال ديك المدرسة القديمة مال بنتي ما خاتمة على الوثيقة، وقالت لي لا تجين للأربعاء. فأنا رحت الأربعاء تدخل بنتي بهاي المدرسة، قلت لهم دخلوها على الصف وأنا أروح أجيب الوثيقة وأجي. ما قبلت هاي المدرسة الهنا، قالت لي تروحين تجيبين الوثيقة بعدين تجين. رحت على ديك المدرسة، انطينا الوثيقة. ما قبلت المديرة، خبرت على اخويا اني ما يعجبنا جادل يعني. قلت لها انطينا الوثيقة، قالت لي لا تجيني الاحد. هسه اني ما جيتك تقول لا تجيني الاحد. فعاد اخويا جي اخذ الوثيقة. رحت على ذيك المدرسة، رجعت على المدرسة اللوخة الجديدة مال بنتي هاتشي، كملت الاوراق، بدت الاجراءات تشتغل حتى يعني تدخل بنتي للصف. باثناء فتح الملف مال بنتي المديرة موقعة بغير المكان، موقعة بغير المكان. ورجعت المديرة ما قبلت تدخل بنتي، قالت لي صححين الغلط مالها وتجين. فتأجل دوام بنتي إلى يوم الأحد. اليوم رحت صححت التوقيع اللي هو اليوم الخميس، فانتهى الدوام. فلي يوم الأحد إن شاء الله تروح الدوام بالصف، أول مرة تدخل بالصف. هنا كويت هاي قبل الدوام بيوم، هاي يوم الثلاثاء رحت اشتريت لها بدي جو الدراعة وكويت، وقفلت الدراعة وكويتها. هاي قبل بيوم. اني هذا تحضيرات كل سنة لي هاي الحفلة. الكتب اكتب عليها اسمها وباليا مدرسة وبيا شعبة، لان بنتي ما تكتب على اي دفتر ولا اي كتاب اسمها ابد، واذا تكتب بس اسمها، يعني اسم ابوها وجدها ما تكتبه. هنا تحضير القرطاسية: قلمين لتأشير الكتاب، قلم من السبورة، 3 أقلام رصاص، قلمين حبر، ومساحتين وقطاطين. أنا هسه تقولون ليش دعوة هيك أقلام؟ وقت الامتحان الواحد يتلبك فتنكسر النبلة، بدل ما تقعد تقط ساعة حتى تطلع النبلة وتقعد ترجع تكتب، تستعمل غير قلم قبر للتأشير، حتى السؤال بلون والجواب بلون. قلم السبورة، لأن الأقلام السبورة المعلمة تخلي كل طالب يقوم يكتب من قلم السبورة أحسن يعني من ما تاخذ من قلم غيرها. هذا الدفاتر شوفكم اسمها، فاعذروني ما راح اطلع لكم اسم ابوها، هذا شغله خاصه بينا احنا. هنا اسمها، والماده بعد كنت ما مقرره، والمدرسه ما اقدر اقول لكم اي مدرسه بنتي. هنا راح اكتب لكم، شوفوا هاي هذا خطي، يعني خط عادي يعني مال امهات غير يعني مو خطين، انا ما كلش خطي، بس خطي اوضح من خط بنتي. انتوا لو شايفين خط انفال يعني انا اطلع خطاطه يمها. هي ما تكتب اي، يعني معتمده علي بهاي الشغله، ما تحضر اي شيء لها. اني شايله الكل شيء، هي بس عليها تدرس، اني كله علي.
تحضير الدفاتر الأقلام كله أحطه أنا بشنطته، بس تجي يوم من صباحية الدوام تشيل الشنطة وتطلع. ما أعرف هاي عادة سيئة، بس بس أني تعجبني يعني. متعلمة بنتي يعني من هي صغيرة، هذا طبيعتها أنا علمتها يعني قبل كل شيء أنا أكمل. هاي شوفوا أنا كأني أنا الطالبة مو هي قاعدة على صفحة وتضحك علي، أقول تعالي شوفي يما هذا يفيدك بنتي هذا ما تقول لا لا أنت موجودة أنت تعرفين. هنا جيت فتحت كتبها، لقيت الخابطة الملازم ويا الكتب وتشيلهم كلهم يعني أدري تظهرش ما يتحمل هذا الشيء، والملازم ما لها داعي، الملازم بالبيت. ف فطلعت الملازم والكتب فرزت همين، لأن إحنا عندنا شهر أول وشهر ثاني يعني كتب عندنا جزئين، فشيلت الجزء المطلوب والجزء لا. هنا على الكتب همين بلشت أكتب اسمها، بس راح أكتب اسمها قدامكم. هنا الأقلام اللي أنا اشتريت، عندي أقلام قديمة وعندي أقلام اشتريت لها والتلوين وأقلام الجاف، لأن أنا اشتريت علب كاملة فحط لها إياهم هاي على صفحة يعني حتى وقت تحتاج النوب يعني موجودين، يعني كأنه خزين هاي الدستة. عفوا هاي الدستة الثانية اللي اشتري لها اللي هي لأن المدرسة كتبها كثيرة. هاي الساعة 7 الصبح أول من قعدنا، أنا مخلية تنبيه الساعة 7 الصبح، فقعدتها من النوم عن ما قامت غسلت وتنشطت شوية، شوف الشمس ايش قد حلوة. هذا كان أول يوم قبل لا أروح المدرسة ورجعوها وياي، شايلتها وجاية على البيت معايا. ما قبلت تدخلها المديرة، الله يصلحها. يلا بعض شيء لحد راح دوام رسمي. هذا فطورها كانت قاعدة تتريق، فأنا قلت لها بس خذ هاي اللقطة. خلصت الساعة 7:30 طلعنا من البيت. هو الاشتراك يجيها 7:30، فأني كان أول يوم فأني لازم أروح وياها، رحنا بدون اشتراك أنا وياها. فهذه اللي وصلنا المدرسة ورجعونا من المدرسة. هاي كان هذا الطريق اللي رحنا بيه على المدرسة. ولهنا إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم على خير ومع السلامة.